السلام عليكم ومرحبا بكم معايا. اليوم غادي نحضر معكم واحد الكوكيز اللي كيجي صحي واقتصادي. شوفوا معايا الشكل ديالو. غادي نمشي معكم للطريقه والمقادير ونتمنى يعجبكم. هنا خديت واحد القصريه فاش غادي ندير المكونات اللي شفتوا معايا. غادي نزيد 2 حبات ديال البيض مع نص كاس ديال السكر سنيده، نص كاس ديال الزيت ونص كاس ديال الحليب. دائما العبر بكاس العنبه. هنا بعد ما درت داك البيض درت بواحد الجبانيه، غادي نديرو في القصريه وغادي نزيد عليه سكر سنيده. الحلاوه كتبقى على حسب الذوق، تقدروا تعمروا او تنقصوا، نتوما كيبقى لكم الاختيار. غادي نزيد نص كاس ديال الحليب وانا كنخلط داك الخليط مع البيض مع السكر حتى كيذوب ليا سنيده. غادي نزيد معلقه صغيره ديال القهوه سريعه الذوبان مع شويه ديال الملحه ونص كاس ديال الزيت. غادي نزيد واحد الفاني، تقدروا تعوضوها بقشور الليمون وانا كنخلط. وغادي نزيد كاس ديال الدقيق الكامل اللي حيدت منه النخاله ودرت كاس ديال الدقيق مع خديت هنا الشوفر. هنا عندي المكسرات، شويه ديال اللوز الكركاع، شويه ديال الزبيب. وغادي ندير الشوفان، خديت الشوفان هنا عندي الشوفان غليظ طحنته مع كاس ديال الخماره. صافي انا عيني ميزانيه حتى كتخلط ليا الخليط مع داك الكاس ديال الخماره وانا كنزيد بشويه بشويه حتى كتخلط ليا. ملي كنخدم فيها الفران عندي كيكون سخون. صافي غادي نجيب واحد الصينيه نفرش ليها قاع ديال الزبده وهنا زدت حبيبات ديال الشوكولاط. نتوما كيبقى لكم الاختيار. هنا عندي بعد ما كملت الشكل ديال العجينه، الا شفتوا العجينه كتلصق لكم دهنوا يديكم شويه ديال الزيت وكوروهم. غادي نزيد فيهم حبيبات ديال الشوكولاط وغادي نصطفهم في الصينيه. غادي نمشي مع الطريقه حتى كنكملهم وغادي ندخلهم الفران من الفوق ومن التحت. العافيه تكون شاعله ليهم وحطوهم معاهم البرد باش ما يتحرقوا لكم حتى كيتصيبوا. خرجوا راه كيجيو ساهلين واقتصاديين وغادي يعجبوا وليداتكم وحتى الكبار، يعجب الكبير والصغير. صافي غادي ندخلها طيب وتشوفوا معايا الشكل النهائي اللي طابو. راه كيجيو رائعين وكيجيو صحي، غير جربوه ما غاديش تندموا عليه. كنتمنى الكوكوز ديالي يعجبكم، ولا عجبكم ما تنسوني باللايكات والتشجيعات. خليت لكم الراحه.